نعود إلى المغرب، حيث لقي أحد أعضاء مجموعة فناير الغنائية التي كانت تشارك في مهرجان الموسيقى العريقة مصرعه في حادثة سير اليوم بفاس، بعد أن فقد سائق السيارة ذات الدفع الرباعي التي كانت تقله والسيطرة عليها، ما أدى إلى انقلابها في منحدر واصطدامها بشجرة. سعاد الزعتراوي والمزيد من التفاصيل والصور. كانت الساعة 1:15 من زوال اليوم عندما انحرفت السيارة التي كان بها هشام بلقاس أحد أعضاء الفرقة الغنائية فناير. هشام فارق الحياة مباشرة بعد نقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى الغساني بفاس، وأسباب الحادث حسب شهود عيان عدم تحكم سائق السيارة في منعرجات منطقة سبعلويات بفاس. دارت هي في الفراج، هذا الفراج هذا اللي هنايا دارت عمرات للشمال ديالها، ملي جات ترد غلبتها السيارة ردات هنا اليمين، ملي ردات اليمين كابوطات بها وهبطت من هنايا، هبطت الهبطة الأولى كضرب في الجنب ديال الشجرة تتوطط لتحت. السيد اللي كان معاهم هذاك اللي من الفناير وهشام اللي من الفناير بغى يحل الباب باش يهرب، لقى راسو لحساتو الشجره، لما لحساتو الشجره جات نزلوا عباد الله تما تيشوفوا. هشام بلقاس 25 سنة، غيبه الموت عن فرقته الغنائية الشابة التي سطع نجمها منذ ظهورها سنة 2002. فناير أحيت حفلا غنائيا بحيسقط ليلة أمس وبساحة باب بوجنود قبل يومين في إطار فعالية مهرجان الموسيقى العالمية العريقة.